أسرع وألذ تحلية ممكن نعملها في الجو الحر ده ترطب على قلبنا وكمان اقتصادية ومش مكلفة. بكيسين من الجيلي وكوباية من الكريمة هنعمل تحلية حدوتة طعمها كمان تحفة جدا. نسمي الله ونبدأ الوصفة. بس يا ريت لو أول مرة تشوفوا القناة تدعموني وتشتركوا فيها، وما تنسوش بقى تحطوا لايك وتحطولي تعليقاتكم الجميلة في آخر الفيديو. أول حاجة أنا جبت طبق عميق وحطيت فيه هنا الكريمة، وزودت عليها كوباية من السكر البودر. الكريمة هنا كريمة ما فيهاش سكر، بدون سكر، عشان كده ضِفت لها السكر. بعد كده ضِفت كوباية من المَيّة المتلجة، وعشان الكريمة تكون ناجحة معانا لازم نزوّد مَيّة تكون متلجة، ما تكونش مَيّة عادية أو من الفلتر، علشان الكريمة مش هتدّينا القوام المطلوب. أنا مستخدمة هنا الكريمة المتحدة، ريتش المتحدة. في أنواع تانية كتير برضه بتكون حلوة وأسعارها قليلة، بس ده أفضل نوع أنا بافضّله. ممكن كمان نستخدم الكريمة اللي فيها سكر، وفي الوقت دوّة مش هنضيف لها أي سكر خالص. وأنا هنا عاملاها اقتصادية عشان كده زوّدت مَيّة متلجة. لو عايزين طعمها يكون غني شوية ممكن إن إحنا نزوّد لها اللبن. فضلت بقى أضرب فيها لحد ما القوام بتاعها اتماسك. هاعرف إزاي إنها كده بقت كويسة؟ لمّا آجي أقلب الطبق كده وألاقيه مش بينزل منه أي حاجة أو الكريمة مش بتقع، يبقى كده القوام بتاعه مناسب جدًا وهو ده المطلوب. بعد كده هابدأ أحضّر في الجيلي. جِبت طبق أحُط فيه ظرف من الجيلي، استخدمت هنا جيلي دريم والنوع ده كويس جدًا وبيدّي نتيجة هايلة. استخدمت هنا بطعم الفراولة بما إن الأطفال كلّها بتحب اللون الأحمر وكمان بيجذبهم. طبعًا تقدري تستبدليه بأي نوع تاني. عشان نعمل الجيلي حطيت كوباية من المَيّة السخنة، وهاقلّبها على طول عشان الجيلي ما يمسكش كده في بعضه. وبعد كده هاضيف له على طول كوباية من المَيّة الساقعة، مش شرط المتلجة يعني، بس تكون المَيّة العادية اللي إحنا بنشرب منها. وهاقلّبهم كويس جدًا ومش هاضيف لهم سكر لإن أنا ضايفة سكر كويس في الكريمة. لو حاباها مسكرة شوية يبقى هاضيف لها معلقة من السكر. هاسيبه بقى يبرد هنا تمامًا. وجبت الكريمة أخدت منها معلقتين، حطيتهم في كيس الحلواني للتزيين في النهاية، وده طبعًا حسب الرغبة. وهاوريكم في الآخر اللي أنا هاقدّمها كده عادي من غير أي تزيين. بس لو هنزيّنها كده هتدّي شكل حلو جدًا. بعد بقى ما الجيلي برد خالص هابتدي اللي أنا أنزّله كده بالتدريج على الكريمة، وسِبته إن هو يبرد. بُصّوا حتى هنا الإزاز كده بتاعه مشبّر عشان سِبته في التلاجة شوية لمّا كان ساخن عشان يبرد، لإن أنا لو نزّلته على طول وهو سخن الكريمة هتفُك وتسيح منّي. طَب افرض الكريمة بقى غصبٍ عني فكِّت أو لقيتها إنها بقت سايلة، يبقى في الحالة دي اللي أنا هازوّد لها كمان معلقة من الكريمة وهاضربها كويس. بعد كده هاحطها في الفريزر هتمسك معايا كويس جدًا إن شاء الله. ابتديت بقى بعد ما حطيت هنا الجيلي التدريجي اللي أنا أقلِّب كده كل الكريمة مع اللون الأحمر أو مع الجيلي علشان تدّيني لون بينك حلو جدًا. وبعدين هادرّبها بقى بعد كده بالمضرب الكهربائي. أول ما أضربها بالمضرب الكهربائي بُصّي هنلاقي هنا السُمك بتاعها بدأ إن هو يتقل تاني. وبعد كده هارجّعها التلاجة فهتدّيني برضه نفس القوام الأولاني. وطبعًا طول ما إحنا ماشيين بنقلِّب كده أهوّة بالمعلقة، وبننزّل لو في أي حاجة علشان ما تبقاش في حتّة ملوِّنة وفي حتّة أبيض. بننزّل كده بالمعلقة أو بالspatule كل اللي على الجوانب واخده وأرجع تاني أضربه بالمضرب الكهربائي لحد ما أحصل كده على القوام الحلو جدًا بتاعنا. لو ما فيش مضرب تقدري بقى اللي تضربيه عادي بالمضرب اليدوي، بس هياخد منِّك مجهود ووقت شوية. بعد ما تحصلي على القوام التقيل اللي أنتِ شايفاه دوّة يشبه بالضبط الآيس كريم، هنحطه كده في الفريزر لمدة ربع ساعة علشان يجمد أكتر. بعد كده هاجيب الكاسات اللي أنا هاقدّمها فيها وهابدأ أحط أول طبقة من الحلا بتاعنا، وزي ما أنتِ شايفة بينزل كده قوامه تقيل شبه الآيس كريم. تقدري كمان اللي أنتِ تستكفي بالطبقة ديّة تقدّميها، يعني تسيبيه كده يجمد شوية أكتر وتقدّميه كآيس كريم. بس تابعي معايا الفيديو للآخر وهتشوفي بقى الحلا بتاعي شكله عامل إزاي في النهاية. أول كده ما باحطه في الطبق أو في الكاس بابدأ إن أنا أساوي الطبقة اللي فوق علشان تكون متساوية قبل ما أحط عليها الطبقة التانية. لازم إنها تجمد كويس. بُصّوا بقى القوام بتاعها عامل إزاي، هو بالضبط ده القوام اللي أنا عايزاه. ما ينفعش إنها الكريمة تكون سايحة، لإني أول ما هانزّل عليها الطبقة التانية من الجيلي هالاقيها كده دخلت في بعضها ومش هتدّيني طبقات. فلازم إنها تكون متماسكة. وهاساويها كده بالمعلقة وهارجع أرجّعها التلاجة تاني لمدة ربع ساعة. بعد كده أبدأ أحط عليها الطبقة التانية من الجيلي. وهاعمل الجيلي نفس اللي أنا عملته في الظرف الأولاني، وده آخر كيس معايا من الجيلي. هافضّيه هنا في الطبق وأحط عليه كوباية من المَيّة الساخنة، وهاقلّبها على طول علشان الجيلي ما يتمسكش معايا. وبعد كده على طول هاضيف لها كوباية من المَيّة الساقعة، وهاقلّبهم كويس جدًا. وهاسيبهم يبردوا تمامًا قبل ما أبدأ اللي أنا أصُبّهم على الطبقة الأولانية. وطبعًا في الوقت دوّة أنا كنت حاطة الطبقة الأولانية في التلاجة علشان تتماسك وتكون ساقعة. وهاسيب هنا الجيلي يبرد. زي ما أنتم شايفين بقى طلّعت هنا الطبقة الأولانية كده أو طلّعت
الكاسات من التلاجة كانت اتجمدت خالص وكانت تشبه كده الآيس كريم. هابتدي بقى اللي أنا أصُب هنا الطبقة التانية زي ما أنتم شايفين علشان أنا سِبت الجيلي يبرد والطبقة الأولانية اتماسكت، فالطبقتين ما دخلوش على بعض وكل طبقة كده بقت شكلها مميز زي ما هي. بس كده هو ده الحلا بتاعي سهل وبسيط جدًا. هارجّعه بقى هنا التلاجة يقعد معاه حوالي 4 ساعات ل6 ساعات لحد ما الجيلي يتماسك معايا ويكون كده جاهز، وهازيّنه بقى في الآخر. هنا بعد ما طلّعته من التلاجة بُصّوا بقى شكله عامل إزاي، بجد شكله تحفة. تقدري بقى اللي أنتِ تقدّميه كده، بس ما تنسوش اللي أنا كنت حاطة شوية كريمة بيضا في كيس الحلواني، هازوّقها كده في الآخر، وهاضيف لها كمان واحدة كده من الكريزة عشان تدّي شكل كويس. وبس كده وبالهنا والشفا، دوقوه بقى كده وادعوا لي. بجد حلا سهل جدًا وبسيط. أتمنى فيديو النهارده يكون عجبكم، ولو عجبكم فيديو النهارده ما تنسونيش بقى كده بدعوة حلوة وتحطّوا لي لايك واستنوني في فيديو تاني إن شاء الله.